السلام عليكم. من الأمور اللي تقدر تصادفك في حياتك هي تعاملك مع الناس. ناس كثيرة تصادف الناس في حياتها جاية غادا الخدمة ديالها وراجعة للدار ديالها، ولا في علاقتها في العمل. المهم حنا غادي نركزو على دوك الناس اللي عندك علاقة قريبة منهم، إما العالم وحتى الأسرة. كاين واحد النوع ديال الناس أنهم إلا حاولوا مثلا أو بادرت منهم شي كلام ولا تصرف، انت بحكم ربما طريقتك أو تربيتك ما تيكونش رد الفعل ديالك قبيح ولا قاسي، ولا انك تبقى دوز هذاك التصرف او تنمر او ضحك، او تقدر انك دوزو يعني عادي وتقلبها ضحك. ولكن الغريب في هذه اللحظة ان لك بادرتي انت بهذاك التصرف، فهنا ما غيتقبلوش. او انك مثلا كان رد فعل ديالك اكثر من هذاك التصرف اللي داروا هما، او في القياس ديالو ما غيتقبلوهاش. هنا العقل تيوقف. علاش هذوك الناس سواء صحابك في العمل او في الاسره، ملي تيكون واحد رد فعل ديالك نتايا تيلائم هذاك الفعل ديالهم، يعني في المستوى ديالو تيتقلقوا، ما تعجبهمش الحال، وقدر انهم كاع يحبسوا معك الكلام. خصنا نعرفوا بان الناس ماشي سواسيه، لا في التربيه لا في الاخلاق لا حتى في المستوى الفكري. لذلك انت في تعاملك مع الناس خصك عينك ميزانك. الا هذا السيد هذا كان تيبادر منه تصرف مزيان، ديما تعامل مزيان وتصرف مزيان. ولكن الا هذا السيد كان التصرف ديالو ماشي في المستوى، كان متنمر، كان بالعربيه تيدفع الهضره من تحت الدف، او كما تيقولوا تيحشي الهضره، فهنا خص يكون رد الفعل ديالك بمثل هذاك السلوك ديالو. تقولوا لا ربما الدين ديالنا تيقول لنا ما خصناش ما نردوش بالمثل، اتفق معكم. ولكن هذاك السيد اللي لا زاد تجاوز، لا ابيوزي، يعني كثر في التصرف ديالو وبحال يحقرك، هنا خص يكون رد الفعل ديالك. ملي تيكون بدر منك واحد رد الفعل اللي ما عمرو عاهدوا فيك وما عمرو ولفوا فيك وما ظنش كاع انك غادي ترد عليه، هنا تيتفاجئ وتيبقى يشوفه. لذلك واحد النصيحة في تعاملكم مع الناس: فرضوا الاحترام ديالكم، قلوا من الضحك مع الناس سواء من اقارب ديالك ولا من العمل ديالك. كما قلت لكم، الا هذا الشخص انه تمادى، خص يكون رد الفعل ديالكم بمثل هذاك السلوك ديالو، وقفوا عند حده. لذلك فحاولوا انكم تقلوا الكلام مع الناس غير بحدود وبالمسطره. وهذاك الضحك كثير ما عنده حتى شي معنى وما تيجي حتى شي فائده. الانسان ديما يفرض الاحترام ديالو في الاسره ديالو، ما بين خوتو، ما بين عائلته نسابو، وما بين تصحابو في العمل. كونوا اكيدين بان هذاك الاحترام غادي يكون نفس الاحترام غادي يبادر حتى هو من جهتهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.